إن مغربكم جبل خارجه فولاذ لا يذوب وجوهره ذهب لا يمكن أن يتكسر. أحناء الطفال الصغار يكفي أن تأتي موجة ساطعة وتأخذه. مرحبا بكم في برنامجنا تيران الأطفال. وتيران الأطفال بأمانة البلد نكون امرأة واحدة. ولهذا أختي المواطنة، أخي المواطن الحشميد، ركز شوية، أنا هي أختك المواطنة. هذا راه أخوك المواطن. لا الأستاذ عاد بغيت نتشاور معك، هذه بغيت نبدا نديرها بالعاني. غادي نبدا نقول للمرأة أخي ونقول للراجل أختي. عرفتي علاش؟ باش نأكد للناس بأنني ما كنفرقش ما بين المرأة والراجل. بأنني أنا من أصحاب المساواة. سمعتي ياك؟ فهمتي؟ إيوا هو هذا. إن حضارات العنكة لقائمة في أمريكا وهي لقادمة. هي هذيك قلت غادي نبات ورفضت لي نشد على رجلية الشيلي باش نقطع الباسيفيك بالعمان. حضارات الهنود عندهم واحد الدلاح ما فضلته قدامك كذاك. المغرب لن يبني وما بني يوما حضارته أو ثقافته على أنقاض حضارة أخرى. الحمد لله احنا بشعورنا ما محتاجين خيوط. الحاج بلدكم بلد يستوعب ولا يستوعب. فهل يا تراني استيقظت باكرا أم أن باكرا حل متأخرا؟ من أجل أن يصبح المغرب بلدا ليس ككل البلدان ولكن أحسن من باقي البلدان، وسيكون ذلك. صح. أنا كنغلبهم كلهم. كنشد بوكيمون كديري. ليس نزولا لضغط أجنبي أو تحقيقا لرغبة خارجية. شعاع الميصة أينك كنت أولى أخرج إذا كنت رجلا. في وجه من كان أراد أن يستوعبه على إمبراطورية كبرى تستوعب أية حضارة هذا البلد. استوعبنا الحضارة الرومانية والفينيقية والوندالية والبيزنطية والعربية والغربية. كلكم والآتية مع كامل الأسف من بلدان أسست ثقافتها. لا تفوت يفوتني الغطاء بالله. هيا جاي. وهنا سأستعير مقطع رائع جدا ولكن لا أعرف اسم الشاعر. فالمجمار تراب أصبح حجار والفاخر شجار أصبح جمار للشيء لحم البقار وبه الجاوي بخار وعندما يزند المجمار ويقفز زواق المحرار ماذا ستفعل في الدار؟ إن المغرب أيتها الأخوات أيها الإخوة ليس كثبان من رمل. راك بتطلع في العربية هذا. لا يمكن في ظل هذه الشروط والمعطيات أن نتحدث عن أزمة كبيرة في الاقتصاد. نتحدث عن بداية أزمة كبيرة في سلطة الإبداع. ما هو تكوينك الأكاديمي؟
عصامي. أنا راجل عصامي، كونت نفسي بنفسي، خرجت القوة من الضعف ودابست مع الحروف يا باباهم حتى وليت كنلاقيهم قراءة وكتابة. إن المغاربة لا يمكن أن تعرف فيما بينهم من هو الغني أو الفقير، من هو الجاهل أو العالم. شيخ تصلح معنا الصحيح بارك الله فيك شيخ. ناضل المغاربة طول السنين من أجل أن تسود دولة المؤسسات. ولهذا أختي المواطنة، أخي المواطن، أهيب بك أن تصوت على اللول البرقاقي.